بقى كده بسم الله ما شاء الله. معايا طبعا خلطة محشي يا جماعة. هعمل خلطة محشي. معاكي هنا ايه؟ معاكي جزر، معاكي بصل، معاكي ايه؟ فلفل، معاكي ايه هنا؟ توابل. جميع التوابل اللي عندك يا جماعة تحطيها. انا طبعا ايه برطمان التوابل ده انا ايه عاملاه معاكم. معاكي طبعا ايه معلقتين ايه سمنة. طبعا السمنة يا جماعة بتدي طعم حلو جدا في ايه المحشي مع الزيت. المحشي عبارة عن ايه؟ عن طماطم وصلصة وبصل، تمام كده، فلفل مع الزيت مع الكلام ده كله. طبعا ضربة الطماطم بصوا بقى كده ما شاء الله. بصي ضربة الطماطم ما شاء الله كده، اللي هي ايه من غير ايه ميه خالص في الكبة، تمام كده. معايا هنا برضك ايه معلقتين من الصلصة، عشان الصلصة دي كانت في الفريزر عندي يا جماعة، تمام كده. طبعا هحط سكر وهحط ايه وهحط ملح. معايا بقى هنا الخضره بسم الله ما شاء الله، مقطعاها غسلاها مقطعاها كويس، غسلاها كويس وقطعتها وبعد كده ضربتها ايه في الكبه. بص بقى بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص بقى الخلطه دي يا جماعه عشان انا مش حاطه ميه خالص لان انا مش محتاجه ايه ميه. طبعا الرز انا بحطه من غير ما ايه ما هغسله. دي هتاخد 10 دقايق على النار عشان انا ضربه طماطم، كنت ما بضربش طماطم. بصي بقى بسم الله ما شاء الله، ادي الخلطه يا جماعه اهي. بصي بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. طبعا مع الخضره مع الجزر مع البصل مع الفلفل مع الطماطم مع الصلصه مع التوابل، معلقتين سمنه مع حبه زيت كتار كده عشان تقدري تطلعي معاكي خلطه حلوه. تمام. انا طبعا بقيه الخلطه خدت منها هنا اهي ركنتها لان انا هستخدمها في حاجه تاني، تمام كده. بصي بقى بسم الله ما شاء الله. طبعا حطيت سكر، حطيت ايه ملح، ماشي. حطيت جميع التوابل اللي عندي، مش محتاجه اي حاجه خالص. هحشي منها ايه كرنب، هحشي منها ورق عنب، كوسه، في فلفل وفي بتنجان، ماشي. مفيش انا هحشي اللي انا ايه هحشي وبعد كده ما اخلص هوريكم انا عملت ايه. بس بصي بسم الله ما شاء الله الخلطه عامله ازاي. طبعا انا ما غسلتش الرز يا جماعه زي ما قلت لكم. الرز ما تغسلوش هيديك النتيجه حلوه برضك، بس تكوني جايبه رز نضيف مش محتاج يتنقي. لو محتاج تنقي نقيه كويس جدا جدا وحطيه عادي مش هيجرى حاجه، بس تكونش الرزايه مكسره معاكي عشان يطلع معاكي الرز مفلفل وحلو ايه. بلاش الرزايه تبقى مكسره. بصي كده بسم الله ما شاء الله. بصي الخلطه عامله ازاي. طبعا ايه الخضره يا جماعه بتديله طعم مع الصلصه مع البصل مع الفلفل، مش من الرز هو اللي هيديك الطعم. الحاجات اللي انت بتحطيها هي اللي هتديك الطعم مع المحشي اللي انت بتعمليه. معلقه السمنه مع حبه الزيت مع حبه التوابل، بابريكا مدخنه. طبعا انا عامله جميع التوابل دي وانا وريتها لكم قبل كده ونزلتها. ما عندكيش وعندك مفرط حطي توابل، حطي بابريكا مدخنه، كاري وكركم. حطي كل التوابل اللي عندك يا جماعه هتديك النتيجه حلوه. خلطه كويسه عندك عزومه عامله